يا رب تكونوا كويسين. احنا النهارده هنتكلم عن ان الفشل الكلوي دايم ولا مش دايم، ولا ليه علاج ولا لا. ناس كتير فاكراه ان هو دايم وان هو على طول. لا، الفشل الكلوي نوعين: حاد ومزمن. حاد ده بتبقي محتاجة غسلة 2 3، الكلى بترجع تاني لوظيفها، بس انتي تنشطيها شوية بس كده تقوم معاكي وبيبقى مثلا من الحمل. في ناس كتير قوي من الحمل بسبب الحمل ملهاش علاقة بالزيبة بتغسل بسبب قلة بوتاسيوم، قلة حاجات كتير قوي في الكلى، ما بتشربش مية وحاجات كتير فبتضطر ان هي تغسل. ومسكنات، انا من نقطة المسكنات انا 3/4 الناس اللي بتغسل معايا بسبب المسكنات. كتر المسكنات اللي كانوا بياخدوها هي اللي عملت لهم فشل، يعني لدرجة ان هما يعني الناس اللي اصلا شغالة في المكان بتقولك احنا لو بنموت احنا ما بناخدش مسكن، بسبب اللي احنا شايفين ان الناس جاية هنا بسبب المسكنات. من كتر مسكن، ظهري وجعني يلا مسكن، مش عارفة عندي صداع يلا مسكن يلا مسكن يلا مسكن، مسكنات مسكنات مسكنات، عملت فشل. وحاجة تانية، الناس اللي بتستهون بالحصاوي اللي على الكلى، برضو معايا حالة بسبب حصوة كانت في يعني حصوة كلى، حصوة كبرت. هي يعني عادي بقى، اللي هو مش مهم بقى حصوة بقى هشرب لها بريل بقى، هشرب لها قصب وبتاع، هتعمل سدت الحالب، البول اللي رجع تاني للكلى، حصل لها تسمم، عمل غسيل كلى بسبب حصوة. ما نستهونش بالموضوع، وما نستهونش بحاجة قد كده. وفي المزمن اللي هو خلاص بقى، يعني خلاص. فياريت يا جماعة ما نستهونش بأي حاجة بأي حاجة بأي حاجة. في حاجات كتير قوي احنا ما نعرفوش، وفي حاجات كتير قوي تبقى ظننا والله بتكبر وبتقولوا يا ريت يا ريت كنا عرفنا. يعني انا لو كنت عرفت من الاول ان انا عندي ذئبة، وان انا لو لازم 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 اخلي بالي من اكلي من علاجي، وكان هاخد علاج علشان لو انتي ما خدتيش العلاج هيحصل لك كذا، يعني هيحصل لك فشل كلوي وهتغسلي وبتاع. انا كنت خدت بالي بس انا ما خدتش اي انذار بالحوار ده. الحمد لله ده من لطف ربنا عليا، لان الله اعلم لو انا كنت عرفت ان انا كان ممكن اوصل للمرحله دي انا كنت هيحصل لي ايه او كان هيعمل ايه. اللي هو انا خدتها مره واحده كده في وشي، اللي هو يلا. بس فحابه اقول ان الناس كلها لازم لازم تخلوا بالكم وتكونوا واعيين، وما تستهونوش بأسباب صغيرة، لأنها والله يا جماعة بتكبر، وبنقول يا ريت اللي جرى مكان. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن حاجات تانية وحاجات اكتر. سلام.